زمان ما كانش قدامنا غير قنوات التلفزيون المصري. ايه ده، حرام عليكم. اعترف بقى على حكمة ربنا. وكان التلفزيون دايما بيحب يعرض افلام ابيض واسود، بيعرضها كتير، لا كتير جدا، وكان منها افلام علي كسار. وبشكل او باخر علي كسار كان من ضمن اصدقاء الطفولة، انت متخيل؟ بس بصراحة كانت ايام حلوة. والنهارده هنحكي قصة علي كسار. واول حاجة هو مسموش علي كسار، ده اسم فني، واختار الاسم ده على اسم جده من والدته، عشان كان بيحب والدته جدا. اسمه الحقيقي علي خليل سالم ابراهيم، واتولد في حي السيدة زينب في سنة 1887. أبوه وأمه ملهمش أي علاقة بالنوبة، وكمان بشرته ما كانتش سمرة، اللون ده كان مكياج، خلطة سرية عملها هو بنفسه. علي كسار لما كان طفل شقي جدا، وكان بيحب يتفرج على الأراجوز وبيقلده، لكن في الدراسة كان خايب جدا، ووقتها كان التعليم مش مهم. أبوه خرجه من المدرسة وأخده معاه ورشته، لكن علي بيفشل إنه يتعلم منه شغلانة السروجي، ولما بيغلبوا فيه بيودوه لخاله اللي كان شغال طباخ. وفعلا علي بيشتغل معاه مساعد طباخ، وفي الشغل ده اختلط مع النوبيين والسودانيين. وبالمناسبة مصر وقتها كانت مملكة مصر والسودان. علي اتعلم لهجتهم، ولأنه بيحب يقلد فقدر يقلدها كويس جدا، وبسبب حبه للتقليد أكتر من حد نصحه إنه يمثل. وتمر بيه الأيام لحد ما في يوم يحط في الأكل سكر بدل ما يحط ملح. السكر لون الملح، واحد حلو وواحد حادق. وهنا خاله اضطر إنه يمشيه من الشغل، وتلف بيه الأيام لحد سنة 1905 ويتطلب في الجهادية، وتضطر أمه إنها تبيع المخبز اللي تملكه عشان تفديه من دخول الجهادية أو الجيش يعني. وفي سنة 1908 بيقدر علي كسار إنه يبدأ مشواره في التمثيل في محل قماش. أيوة ما تستغربش، لأن صاحب المحل كان بيحب التمثيل جدا، وكان بيخلي الموظفين اللي عنده يمثلوا معاه. بدأت رحلة الكسار في التمثيل، وانضم لفرق كتير، دار السلام وكازينو بديعة وجورجي أبيض. وفي الوقت ده قدم عروض كتير في المسارح والكازينوهات وكمان في القهاوي. ووقتها كانت القهاوي زي ملاهي شعبية بيتقدم فيها اسكتشات وعروض قافية وغيرها، وده علّ عند علي كسار مهارة الارتجال واللي اتشهر بيها جدا. وفي سنة 1916 بتشوفه مدام مرسيل صاحب الكازينو دوباري، وبتعرض عليه انه يشتغل معاها، وفعلا بيوافق. وهنا علي كسار بيتعلم حاجة مهمة جدا، انه يقدم عروض مسرحية كوميدية وكمان غنائية. وبعدها بسنة بيقدم مسرحية حسن أبو علي سرق المعزة، واللي قدم فيها شخصية عثمان عبد الباسط الراجل النوبي الطيب. والمسرحية نجحت نجاح كبير وعملت له نقلة كبيرة في مسيرته، لدرجة إن الجمهور والنقاد شافوا إنه منافس لشخصية كشكش بيه. جناب القاضي أنا كشكش بيه، أو لنجيب الريحاني. أبقى أنا مش كشكش بيه. وفي سنة 1919 بيكون علي كسار مع زميله أمين صدقي فرقة مسرحية باسمهم هما الاتنين، وبيعرضوا فيها مسرحياتهم على مسرح الماجستيك في عماد الدين، وفعلا بيصدروا أعلى الإيرادات. وفي الوقت ده بتتبروز المنافسة بين الكسار والريحاني، والمنافسة دي فادتهم ما ضرتهمش، واستغلوها أحسن استغلال وقدروا بيها يطوروا عروضهم. علي كسار صعد السلم لغايه لما وصل لمرحلته وتفوق عليه. بقى كل واحد فيهم بيشوف التاني بيعمل ايه ويقدر يقلده. وفي المنافسة دي استخدموا دعاية غريبة جدا، انهم يلقحوا على بعض باسامي المسرحيات. التلابس بقى بالعناوين. راحت عليك فلفل. يعني لما بيعرض الريحاني مسرحية قولوله، بيرد عليه كسار بمسرحية قلناله. ولما عرض الكسار مسرحية لسه، رد عليه الريحاني بفرجة، فيرد عليه كسار براحت عليك. فالريحاني يرد عليه وأكنه بيكلمه، ويقول له الدنيا جرى فيها ايه، فالكسار يرد عليه بمسرحية الدنيا بخير. وفي سنة 1920 بيقدم الكسار دور مميز جدا في فيلم الخالة الأمريكانية، والسينما كانت لسه بتبتدي. هو للأسف الفيلم مفقود، وبرضه نقدر نقول مش للأسف قوي، لأن هو نفس فيلم سكر هانم. داخل هاجم عليا، لا حصدور ولا دستور. عايز تتهجم عليا؟ ده انا هجيب لك بوليس الاداء. ودور الكسار كان نفس دور عبد المنعم ابراهيم. ده انا واخده الجايزه الاولى في جمال السكار. وتتحسب له الجراءه ان اول ممثل مصري يمثل دور الست بالشكل هزلي، واللي بعده ممثلين كتير قلدوه زي اسماعيل ياسين وعبد المنعم ابراهيم وفؤاد المهندس وغيرهم كتير. وفي سنة 1925 بينفصل الكسار عن أمين صدقي، وبيكون فرقة باسمه على نفس المسرح. وكتير قالوا إن الكسار هيفشل، لكن الكسار بيبقى ذكي وعارف الخطوة اللي هو فيها كويس، وإنه محتاج يطور من حاجات كتير، فبيطور من ديكورات وبيجيب ديكورات غالية، وبيقدم أغاني قوية جدا من كلمات بديع خيري وألحان زكريا أحمد، زائد تفاصيل تانية بيقدم بيها مسرحية التنبورة، واللي نجحت نجاح كبير جدا. وبيستمر مشوار الكسار في المسرح وسط منافسة قوية مع الريحاني ويوسف وهبي، وكمان في الوقت ده ظهر فوزي منيب. فوزي منيب ده كان يدهن ببشرة وسمى نفسه، طالما علي كسار اسمه بربري مصر الوحيد، هو سمى نفسه بربري مصر العصر على الرغم كان معاه ثانوية، واللي كان بيقلد الكسار. فوزي منيب يبعت بعض الناس يتفرجوا على عرض علي كسار في عماد الدين، وطبعا يكتب الحوار ويرجع يقلده.
وفي سنة 1935 بيتفاجئ الكسار إن الضرايب بتطالبه ب 3000 جنيه، وده كان مبلغ كبير وقتها، والمبلغ ده سبب له أزمة مادية كبيرة وما بيخرجش منها إلا لما بيجيله عرض فيلم، وفعلا بيكتب الفيلم ده بنفسه، فيلم بواب العمارة، وبيقدم فيه شخصية عثمان عبد الباسط. بقالي هنا 3 ايام ما شفتش فيهم لا ابيض ولا اسود. ندفع كمان غرام 20 جنيه. والفيلم اتكلف 1500 جنيه وحقق 22000 جنيه، ده خلي بالك كان مبلغ كبير جدا. يا ما انت كريم يا رب، شايف تسهيل ربنا. هات الفلوس علشان نحطه بعينه. وفي سنة 1936 بيحصل موقف بايخ جدا. بعد ما بيخلص مسرحيته اللي يا نصيب، البوليس بيهاجم المسرح وبيصادر مطبوعات وكليشيهات اعلان المسرحيه وبيقفل له المسرح، كل ده عشان اعلان المسرحيه. وكمان الورق الصغير، ورقه تذكره، بيبقى فيه شبه من ورقه ال5 جنيه. بيقدر علي كسار انه يفتح مسرحه تاني وبيقدم 3 مسرحيات، لكن في الوقت ده الجمهور كان قل شويتين، فبيحل فرقته وبيتفرغ للسينما لانها بتجيب له دخل اكبر، وبيقدم مجموعه افلام بطولته، واحنا هنقولهم بالترتيب: 100,000 جنيه، وخفير الدرج، والساعة 7، ويوم المنى، وعثمان وعلي، وسلفني 3 جنيه، وألف ليلة وليلة، وعلي بابا وال40 حرامي، ونور الدين والبحارة ال3، وكلهم قدمهم بشخصية النوبي، وخصوصا عثمان عبد الباسط. بقى الحمار ده كان اصله بني ادم وشتم امه، وبعدين امه دعت عليه، ربنا سخطه حمار ترسي، وبعدين نزل انيه وصابت حديات، خطف اللحمه من السوق. هنعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ وشنا محل الزبد والرب. النهارده بنقول له حا، قال لي انا كده. بصيت لقيته راجل يقول لي انا الحمار بتاعك، اديني عقلك بقى. اقول له ايه؟ قلت له روح لحالك. حطت من 7 بركات وصورة يتيم. قوم يا ابن الكلب يا كلب. وطبعا بسبب التكرار ده الجمهور زهق ومل. طبعا ما اشوف هيجيب حمار تاني منين. وده راح فين؟ وطبعا الايرادات ضعفت. وهنا علي كسار بيفكر انه يرجع يكون فرقه مسرحيه تانية. فعلا بيعمل فرقه مسرحيه ليه، وبيكون فيها اسماعيل ياسين وشكوكو، لكن للاسف الفرقه ما تستمرش كتير، او برضه نقدر نقول مش للاسف قوي، لان الجيل الجديد اللي فيه شكوكو واسماعيل ياسين كان من حقه ياخد فرصته، والجمهور كان عايز يشوف دم جديد وروح شباب اكتر. وفي الوقت ده الكسار كان سنه فوق ال55، والكسار مش بيقدر يمثل في افلام كتير، وكمان ادواره بتبقى صغيره، لدرجه ان ليه اكتر من دور يا دوبك مشهد او مشهدين في الفيلم كله. بذمتك انت حمار ولا اصلك بني ادم؟ ويعتبر الكسار اختفى من على الساحه، الا يعني انه في سنه 1950 قدر يمثل في مسرح الدوله. ايوه هو يا ولد. ايه انت رجعت ضربت امك تاني؟ وتمر السنين لحد يوم 15 يناير سنه 1957، واليوم ده كان اخر يوم في حياه الكسار، وده لما دخل يعمل عمليه البروستاتا في القصر العيني. والكسار لما دخل استعلامات وملى بياناته ويا دوبك مشى، رجع تاني لموظف الاستعلامات وقال له خد عندك نمرة تليفون البيت عشان لو حصلت الوفاة تبلغهم في البيت. كل ده وهو مبتسم ومش على باله، واخد الموضوع ببساطة. الله يرحمه. احنا خلصنا الحكاية، بس في كام نقطة لازم نقولهم. ان كسار كان ممثل شاطر جدا، واللي انت كنت بتشوفه في الافلام ده اقل حالاته، لانه كان اعلى في المسرحيات بكتير، وده بشهادة ناس كتير. وعلي كسار اتلقب برائد المسرح الكوميدي الغنائي، وده لانه قدم اكتر من 160 عرض، اغلبهم غنائي واستعراضي، بس كان عنده شرط ان ستات تلبس لبس محتشم. وقدم اكتر من 200 اوبريت من الحان قويه لحنها سيد درويش وزكريا احمد وملحنين كتير، غير الشعراء والمغنيين والمؤلفين الكبار. وقدم نجوم في التمثيل كبار زي اسماعيل ياسين وشكوكو وفاطمه رشدي وماري ومنيب. والاهم انه ساب تاريخ مشرف لاي ممثل، وده كان حلمه، ان يبقى ممثل كويس. الله يرحمه. احنا تعبنا قوي واحنا بنعمل الفيديو ده، فيا ريت تعمل لنا لايك وتشترك في القناه وانزل اكتب كومنت. عملت كل الحاجات دي؟ طيب شكرا. يلا سلام، اشوفك الفيديو اللي جاي بقى. هو ما تجيش. يلا سلام.